ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بوصفه حلوه جدا، اقتصاديه. يعني الحاجه غليت، هنعمل ايه؟ مش هناكل، لا، هنعمل بدائل. وان شاء الله وصفتنا هتطلع حلوه جدا جدا جدا. عملنا برجر فراخ بالفاصوليا. اه والله بالفاصوليا، الفاصوليا البيضه، بجد حلوة جدا جدا جدا. الولاد دقوها، يعني خطيرة خطيرة خطيرة. ان شاء الله الوصفة تعجبكم واقتصادية، وبإذن الله هتجربوها، يعني مش هتبطلوا تعملوها خالص. بصوا، بصوا البرجر من جوه عامل ازاي، ما شاء الله حلو جدا، بجد خطير. يلا بقى ندخل على الوصفة ونشوف احنا عملناها ازاي. عايزه اقول لكم ان يعني الولاد كانوا عارفين في الاول ان هو بالفاصوليا، قعدوا يقولوا لي لا، بس بجد بعد ما خلصت وجربوا ودقوها عجبتهم جدا جدا. هنا بقى انا معايا الفاصوليا، نقيتها ونقعتها ساعتين، وبعد كده انا شغلت عليها النار، هسلقها كويس جدا. هنا هو الفاصوليا بعد ما استوت خالص، هبتدي بقى اخدها واضربها في الكبة بدون مية خالص، اصفيها من ميتها وبعد كده هضربها. هنا اهو الكبة بتاعتنا هنزل فيها كل الخليط. بصوا هي سخنة ازاي، احسن حاجة انها تتضرب وهي سخنة. انا بصراحة ضربتها في الكبة، ولكن حسيت ان هي برضو لسه ما اتضربتش كويس، فبعد كده قمت مكملة عليها بالهراسة. بصوا هنا انا بوريكم ان انا كملتها بهراسة البطاطس. هنا اهو هرستها جامد جدا. بعد كده انا معايا نص كيلو من البانيه. الفاصوليا دي كانت كوباية من الفاصوليا، وده نص كيلو من البانيه. انا قطعته قطع صغيرة وبرضه حطيته في الكبة وضربته. بعد كده هنزل بقى البانيه على الفاصوليا. وتعالوا شوف بقى التوابل بتاعتنا ان احنا هنحطها هتبقى ايه. انا سألت على البرجر ده بره فلقيته غالي جدا، فقلت ليه يعني. هنا معانا بقى بهارات فراخ، ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، وبصل باودر. فانا قلت بقى نعمله بحاجة اقتصادي في البيت. الفاصوليا طبعا حلوة جدا لأطفالنا، هتديهم قيمة غذائية عالية، وفي نفس الوقت طعم الفراخ برضو حلو قوي فيها. وعايزة اقول لكم ان الفاصوليا طعمها مش باين خالص في الوصفة بتاعتنا ديت. هنا بعد بقى ما خلطت الخليط كله، هنا بالمناسبة انا بقول لكم ان انا حطيت رشة زعتر، لان انا كنت نسيت احطها. وحطيت 3 معالق من البقسماط المطحون، وبرضو دعكتهم مع بعض وحطيتها في التلاجة شوية. هنا بقى كده هنشكل البرجر بتاعنا. انا عندي هنا المكبس اللي هو بتاع البرجر، عملت كورة كده صغيرة، وهبتدي احط الكيس من تحت ومن فوق، وابتدي اضغط عليها بالمكبس بتاعي. لو ما عندكيش المكبس ده، سهل جدا ان انتي تعمليها باي حاجة، ممكن تشكليها باي قطاعة عندك، او بايديكي كمان تعملي الكورة وتبتدي تبططيها كده بسيط، بحيث ان هي برضو يكون فيها سمك، مش عايزينها ولا رفيعة قوي ولا سميكة قوي. تمام. تعالوا بقى نعمل واحدة تانية كده مع بعض. حطينا الكيس وهنغطي قطعة الفراخ بتاعتنا بالكيس التاني، ونبتدي نضغط عليها بالمكبس. هي بتفرد بقى لوحدها، يعني مجرد ما بتضغطي كده هي بتفرد. لو لسه بقى ما عملتيش لايك للفيديو، ياريت تعملي لايك، وما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات اشعار بيها اول ما انزلها على طول.
يا ريت تجربوا الوصفة ديت وتقولولي في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفة بتاعتنا. بجد رهيبة حلوة جدا. دي الكمية بتاعتنا طبعا ما شاء الله، رمت كمية حلوة وبقت يعني عملت كيلو حاجة، ف يعني حاجة كويسة جدا. الكمية حلوة قوي. وممكن كمان تقللي القرص، يعني لو قللت القرص شوية الكمية هتزيد اكتر. هنا بقى انا معايا بيضة وتزوديها شوية لبن او مية، بالمناسبة انا مزودها مية، وعليها ملح وفلفل اسود. المية فايدتها ان هي بتخفف سمك البيض شوية، بمناسبة ان البيض كمان غالي دلوقتي، فبتخفف سمك البيض فمبتخليهاش تاخد كمية كبيرة. هنا بقى بعد ما حطيتها في خليط البيض هرجع احطها في خليط البقسماط وهركنها بقى على جنب. شايفين؟ بصوا شكلها ما شاء الله تحفة. نعمل تاني واحدة مع بعض. نحطها هنا في البيض وبالراحة كده عليها، لان انا طبعا ما حطيتهاش بقى في التلاجة ولا اي حاجة خالص بعد ما عملتها كده. بعد كده نحطها في البقسماط، وبرضو بصوا انا بحاول اهز الطبق علشان ما امسكش القطعة كتير زي ما انتوا شايفين كده. هنا كده بقى انا خلصت الكمية كلها. في الوقت ده احنا ممكن نحتفظ بيها في الفريزر وتطلعي منها على القد زي ما انت عايزين، وممكن تقليها في ساعتها براحتك. بس انا هحتفظ بجزء كده في الفريزر منها، وهنحمر برضو كام واحدة كده مع بعض علشان نشوفها. ولكن احنا هنا كده في الفريزر هنحط اللي في العلبة، وبعد كده نحط كيس ونبتدي نحط الكمية تاني. يعني ما بين كل طبقة وطبقة لازم نحط الكيس علشان ما تلزقش كلها في بعض زي ما انتوا شايفين. هنا انا خلصت الكمية بتاعتي كلها. هغطي بقى العلبة وهحطها في الفريزر، ولما احتاج ان انا اعمل برجر هطلع واحمر منها على طول. تعالوا بقى نحمر كده كام واحدة مع بعض. انا طبعا هنا الطاسة مش هينفع، مش هتاخد 2، فانا هحمر واحدة واحدة وبعد كده هنشوفها مع بعض. بصوا شايفين اللون؟ عايزة اقول لكم ان هي كريسبي من بره ومن جوه طرية كده، خطيرة بجد خطيرة. اللي مش هيعمل الوصفة ديت هيفوتوا كتير. بصوا انا حمرت بس كده كمية بسيطة علشان خاطر اوريها لكم وكمان ادوقها لولادي. شايفين؟ بصوا ما شاء الله. عايزه اقول لكم حلوه جدا بجد والله، مش باين فيها خالص طعم الفاصوليا خالص. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناه، وان شاء الله استنوني في وصفات تانية، وهنكمل بقى باقي الفيديو مع يوسف وهو بيدوق البرجر وبيقول لنا رأيه فيه ايه.